السلام عليكم. سؤال بقالي فترة بسأله لنفسي، ازاي اعمل قناة يوتيوب ناجحة؟ من زمان قوي وانا بحب اليوتيوب واحب اتابع فيديوهات، وخاصة الطويلة على اليوتيوب، وحسيت ان انا استفدت منه كتير. ازاي انقل التجارب اللي انا عشتها او ممكن معلومة مفيدة لغيري؟ ازاي اعمل قناة يوتيوب ناجحة؟ اول قناة عملتها وصل عدد المشتركين اكتر من 7000. كان بتتكلم عن القرآن، ونزلت عليها فيديوهات شورتس كتير عن القرآن. وبعد فترة اكتشفت ان المحتوى الديني لازم يكون انت اللي عامله، بس ما قفلتهاش، خليتها لوجه الله سبحانه وتعالى. بنزل عليها قرآن شورتس، حاجة تنفعني يعني بعد لما اكون مش موجود. قعدت افكر ازاي اعمل قناة يوتيوب ناجحة، وكتبت ملحوظات صغيرة كنت عايز اخد رأيكم فيها. يعني قلت اول حاجة ان انا ما استخدمش الموسيقى، لان القناة التانية اللي انا عملتها كانت بتتكلم عن مرض السكر والوجبات اللي ممكن الانسان يتناولها كمريض سكر، يعني كنت بستخدم فيها الموسيقى. فانا قلت اما اجي اعمل قناة ما استخدمش فيها الموسيقى. تاني حاجة فكرت فيها الظهور بالوجه. يعني كل الفيديوهات اللي انا كنت بعملها قبل كده ما كنتش بظهر فيها، كان بيبقى عبارة عن صوت ومتركب على حاجات تانية. أهم حاجة فكرت فيها اختيار مجال الفيديوهات اللي هتتكلم عن ايه يعني. ما انت لازم تتكلم عن حاجة تكون الناس بتحبها، بس ده لقيته شيء صعب. الناس دي دلوقتي بتحب ايه؟ الفكاهة، المقالب، حاجات انا مش هقدر ان انا اعملها. واخدت قرار عدم ظهور اي فرد من العيلة عندي. يعني ما اقدرش ان انا اطلع بنت او اطلع معايا الزوجة في فيديو من الفيديوهات. المشكلة ان لغاية دلوقتي انا محتار ايه المجال اللي ممكن الواحد يتكلم فيه. يعني في مجالات كتير وفي افكار كتير، الهدف منها ان انا اوصل معلومة لواحد ممكن يستفيد منها. بسأل نفسي اسئلة منطقية. هل في السن ده، يعني انا معدي 50 سنة، ممكن اكون يوتيوبر في نفس الوقت بطريقة يكون ضميري فيها مرتاح، بقدم معلومة نافعة ومفيدة؟ انا عايزكم تشاركوني، تقولوا لي ايه رأيكم في اللي انا بقوله، ايه المجال اللي ممكن انجح فيه، بس ما يكونش حاجة تافهة، تكون حاجة بتخدم الانسان، حاجة بتخدم الناس، تنفعني لما اكون مش موجود. انا عايز اكون عيلة على اليوتيوب، اللي يخش على قناتي يعتبر نفسه اخويا الصغير او ابني او حفيدي. اكمل ولا اخليني متابع بس؟ يا ريت تجاوبوني في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم في الكلام اللي انا قلته. شكرا جزيلا.